لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الاهلي خد الزمالك ورا مصنع الكراسي وخلص الكلام، وافشل مدرب في مصر من 4 مباريات خد نقطة وجاب لجمهور الاسماعيلي نقطة. وكل ده بسبب ايه يا جماعة؟ ان الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلية. وصفقة ابوكا للزمالك منين هتدفع فلوسها وانت مديون لاتحاد الكرة والممدوح عباس وحاجز على الحسابات. وكلمة حق أخيرة يا خسارة لما الأهلي بدل أحمد ياسر ريان بشادي حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، دعما لحبيبك وأخوك سوبر أهلاوي. لو حضرتك أول مرة تشوفنا أو أول مرة تتابعنا تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو. والأهلي خلص الكلام ومسح الأرض بالزمالك، جابوا أرضا طرحا واستمرار تألق كتيبة أوجستي بوش ورجالته فين؟ في صالة نادي الزمالك في 100 عقبة، والفوز في السلة 92-64 بفرق 28 بونت، واكتساح في الأربع جولات. يا سلام على الاهلي ورجاله الاهلي ورد الاعتبار. كام الفوز ده يا شباب؟ يا ترى في الالعاب الصالات والالعاب الجماعيه والفرديه للنادي الاهلي على الزمالك دخلنا اهو في ال25 واحد او 2، 25 واحد بالظبط. الفوز رقم 25 للاهلي بعد اكتساحه لنادي الزمالك في 100 عقبه على ارضه وسط جمهوره. ولله الحمد اوجستي بوش عمل اللي محدش يعرف يعمله. ويا ترى دلوقتي يا مرتضى يا منصور هتسرح لعبتك بتاعت السله الرجاله زي ما سرحت السيدات وقلت لهم روحوا اطبخوا واقعدوا في بيوتكم؟ يا ترى هتسرحهم ولا هتعمل ايه؟ ومن هنا لهنا ولا تحزن يا قلبي، لا ده احنا نفرح ونزقطط بقى علشان الاهلي فاز كسح الزمالك والاسماعيلي خد على قفاه من المقاولين العرب على ارضه ووسط جمهوره 3-1. والمقاولين كان ليه ضربة جزاء رسمي فهمي نظمي محمد الحنفي، ولا يعني بيقول لك ايه، ولا بشوف ولا ارى ولا اسمع ولا اتكلم، مفيش اي كلام. ميدو اللي جه قبل كده علشان تعرفوا ان هو مدرب فاشل، قبل كده هبط بوادي دجله وهبط بالمقصه ومسك الاسماعيلي فتره وضيعهم لما سابوا اتحسن الاسماعيلي. جه يحيى الفاشل الكومي رئيس نادي الاسماعيلي وجاب ميدو تاني الفاشل اللي هو اخره تصريح في القناه او البرامج اللي بيطلع فيها، بس ده اللي بيعمله ميدو. لكن يدرب والله فاشل زي ما كان فاشل في مسيرته الاحترافيه. ميدو ما كسرش الدنيا ولا حاجه بره، ولا عمل اللي عمله محمد صلاح، ولا خد الصيت ولا الجماهيريه اللي هي، ولكن فشل ذريع من لعبه مع 4 مباريات تدريبه للنادي الاسماعيلي، ولعبه ب4 مباريات مع الاسماعيلي من 12 نقطة خد نقطة وجاب لجمهور الاسماعيلي نقطة. وكله ده في الاخر يجي لك واحد زلنطحي يقول لك ما الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلية. الاسماعيلي لعب 13 مباراة في الدوري حتى الان ما عندوش غير 7 نقط، 7 نقط، يعني ما حصلش حتى نسبة 50% من المباريات كلها على النقط اللي حذفها. يا عيني عليك يا اسماعيلي، ده انت مش بتهبط، ده انت بتغرق ولا حد هيطلعك. كل ده علشان بتفرحوا فينا، وان شاء الله باذن الله. كان كله بيتكلم يقول لك ايه، ان الاسماعيلي الاهلي مضيع الاسماعيلي، بياخد لعيبه الاسماعيلي وبياخد ما اعرفش مدرب الاسماعيلي. طب هو الاهلي ما بياخدش؟ هل دلوقتي الاسماعيلي فايق ولا عامل حاجه؟ مفيش. وصفقه جون اوبوكا للزمالك اللي راح بيقولوا عليه خلص من سيراميكا وراح الزمالك ومضى، طب منين هتجيب فلوسها وانت هتعاقد مع اللاعب باكتر من 50 مليون مصري؟ بيقول لك بصفقه 1.5 مليون دولار. من فين هتجيب فلوسه
وهتدفعها وانت مديون وعليك فلوس. ويا ترى اتحاد الكرة هيأيد لك اللاعب ويطلع لك الكارنيه بتاعه علشان يلعب مع الزمالك؟ زي ما اضطريت يا اتحاد يا كرة خليت الاهلي دفع فلوسه كلها علشان تأيد له اللاعب مروان عطية وخالد عبد العاطي، وكمان تأيد له كريستو اللاعب اللي جه من النجم الساحلي. يا ترى يا اتحاد يا كرة هتقدر تدفع الزمالك اكتر من 80 مليون جنيه وتسددهم ولا ايه؟ واخيرا يا سادة وليس اخرا ان شاء الله، كلمة حق وعايز اقولها في صفقة انتقال شادي حسين، اللي كلنا قلنا برافو ان النادي الاهلي تعاقد مع شادي حسين، واتاري اللاعيبه دي بره النادي الاهلي حاجه، ولما تيجي تلبس فلنة النادي الاهلي تحس ان هي شايله اكياس رمله على كتافها وفي رجليها ومش قادره تعمل حاجه. يا خساره يا ميت خساره تربيه النادي الاهلي لاعب زي احمد ياسر ريان عنده 24 سنه ونبدله بلاعب اسمه شادي حسين عنده 30 سنه. وشوف احمد ياسر ريان بيعمل ايه، وكان لو خد الفرصه صح كان هيعمل ايه وهيفرق كتير مع النادي الاهلي. ولكن خساره يا ميت خساره، واتمنى يكون ده درس للاداره. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.